هما اليوم عز الدين الزياني موجودين في تونس اليوم. نجموا نوصفوها بالكارثه نتاع الافارقه اللي قاعدين يدخلوا نحكيو بطريقه غير منظمه، اللي نجم يكون في وسطهم حتى ناس مخطرين او ناس محترفين نتاع عنف. اليوم قراءتك انت كدبلوماسي سابق عز الدين الزياني، اليوم الحل لوقف النزيف هذايا والحل متاع الافارقه اللي حاليا موجودين في تونس، الافارقه نحكي ديما اللي دخولهم غير منظم، شنو ينجم يكون بالضبط؟ شنو الدوله اليوم تنجم تتصرف، خاصه اللي الخوف متاع المواطنين قاعد يتزايد؟ هو شوف فما دول سبقتنا ولقات الحلول. المغرب مثلا، المغرب اللي كان عندها توافد كبير معناتها يجيها من افريقيا الغربيه، من الدول هذه الكل، وكانوا يتعداوا على المغرب، ومن المغرب يمشوا الجزر الكناري، ومن غاديك يدخلوا على اسبانيا. فالمغرب فرضت التأشيرة على الدول هذه بطبيعة الحال باتفاقيات ثنائية معناتها، وتم ترحيل عدد كبير منهم. بطبيعة الحال المغرب كان في حاجة مثلا تقريبا اخذاه 50,000 افريقي، استغلهم في الفلاح، استغلهم في القطاعات اللي هو في حاجة لها، لكن البقية وقع ترحيلها وارجاعها لبلدانها باتفاقيات ثنائية. فاحنا يلزمنا لانه السبب الرئيسي في هذا هي الدول الأوروبية. يعني الدول الأوروبية أنت يا سيدي الكريم كيف ما خليتهم يتفقوا لي ويجيوا عندي، لابد باش تساعدني باش أنا نرجع الناس هذوما لبلدانهم، لكن ترجيحهم ما يكفيش، يلزم أنت زاد تعاوني باش نلقاو لهم حل في بلدانهم، معناتها باش يقعدوا غاديكا بور لي فيكسي شي زو. راهو ما تنجمش أنت تفرض عليه أنه يرجع لك وبدون معناتها ما تعطيه معناتها اساليب الحياه العاديه. يعني انت تشوف اليوم انه المطلوب من تونس انها تفرض على الدول الاوروبيه هكا انها ترجع الناس هذوما لبلدانهم؟ يعني هو مش فرض، هو طلب اعانه، لانه مش معقول احنا راهو اذا كان استمر الامر على حاله هكا راهو ما فماش استقرار معناتها، لانه الناس هذوما خلينا نكونوا واقعيين اخت ليلى، الناس هذوما جايين بفكره انه تونس هي جزء من البرنامج اللي هم مسطرينه، يعني ان بيي دو ترانزيسيون، معناتها هي مرحله ماهوش للاستقرار. انت تجي تسكر عليه البحر وتسكر عليه الدنيا وتقول له ارجع، هو ما يرجعش. راهو لابد انه على الطاوله تتحط كل الملفات بشجاعه، واوروبا تاخذ القرار اللي هو قرار شجاع، وما فماش معناتها كما يقولوها معناتها انت بعد ما استغليت الدول هذه وخذيت خيراتها وتمتعت، يعني ما هوش معقول راهو يتم الناس هذوما يواصلوا معناتها باش يعيشوا غادي. انا نعطيك مثل اخت ليلى، يعني اليوم عام 2024 66% من الافارقه جنوب الصحراء ما عندهمش الماء الصالح للشراب في بيوتهم، 71% ما عندهمش الضوء. هل معقول انك انت يا سيد الكريم تستغل في اليورانيوم من النيجر وعلى بعد 10 كيلومتر من المنجم اللي انت تستغل فيه الناس معناتها ما عندها ضوء؟ هل هذا معقول؟ اي هذوما اللي ما عندهمش ضوء واللي ما عندهمش ماء وغيره واللي جاوا لتونس اليوم، ولات الدوله التونسيه زاده تعاني في ازمات وفي مشاكل داخليه من التواجد نتاعهم. يعني اليوم عز الدين الزياني لا ابحث معك الحلول الخارجيه، ابحث معك عن الحلول الداخليه اليوم، خاطر زاده المواطن التونسي اليوم ماهوش ناقص باش يزيد يعيش في رعب وخوف من المهاجرين غير النظاميين. انا معاك، لانه شوف راهي تونس وحدها ما تنجمش تحل المشكل. اولا الساعه، وهذه فكرتي انا قلتها معناتها سابقا في لقاءات وكل، لابد من معناتها من
مراسلة الاتحاد الافريقي وفتح الموضوع على المستوى الافريقي، لانه راهو تونس وحدها ما تنجمش حل المشكله هذه. هذا الحل الأول، الخطوه الاولى. الخطوه الاولى يلزم نعلموا الاتحاد الافريقي بهالوضع الخطير، ونطلبوا معناتها حتى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجيه للتباعد في هذا الموضوع. لانه شوف راهو القضيه قلت لك متشعبه من الاول، لانه توا انت كيف تشد افريقي، انا نشوف في الاخبار نتاع الفرنسيس وغيره، انت تشد الافريقي وتقول له لا ما عندكش الحق تمشي وشد، هو يختار، فانت ترد الفعل وتقول له فما نظام هنا، تونس دولة قائمة ولا بد ان تحترم نظامها. ففي اوروبا يعتبروه تعسف ويقدموا فينا اننا ناس راسيس وناس ما نحترموش الاجانب والى غير ذلك. فيا اخي معناتها سبحان الله، كيف لي انا احل هذا المشكل؟ يعني انا لو تعاملت الاتفاقيات بين تونس وايطاليا هل هي حل جزء من الحل ام هي جزء من المشكل؟ هي جزء من المشكل سامحني، لانه الحل لابد ان يكون حل اوروبي. يعني راهي ايطاليا هي تحب تربح الوقت، والحكومه الايطاليه هي حكومه معناتها يمينيه متطرفه، تحب تربح الانتخابات الاوروبيه اللي بتصير عن قريب، وتحب الظهر اللي هي وقفت تدفق المهاجرين غير النظاميين لبلادها. هذا ماهوش حل. الحل يلزم يكون حل دولي، حل شامل. تونس ليست لها الطاقة لا البشرية ولا قداش من شرطي تحب انت تحط على الحدود، وكيفاش باش ترجعها من الناس هذوما يدخلوا لك من اماكن متعدة، وكيفاش انت باش تقفلهم الناس هذوما، وكيفاش باش تداويهم، كيفاش باش توكلهم. لانه توا زاد كنا نقرا في حاجة اللي حقيقة اعتبرتها خطيرة. يقولوا انه وقفوا المونيجرام اللي تجيهم الاموال، معناتها يقولوا انه مثلا في بعض المدن وصلت حتى معناتها بالمليارات تحويلات تجي للافارقه هذوما من الخارج. طيب سيدي انت وقفت التحويلات، هي كيفاش؟ يعني هو كيفاش باش يعيش؟ مش هو اللي يسرق ولا يخطف ولا يفك. ايوه زاد الفلوس الداخله هذه مجهوله المصدر، تنجم تكون عندها مخاطر في تونس. بطبيعه الحال هي عندها مخاطر، لكن انا نلوج على المخاطر. هي منين جايه؟ نتبعها انا ونتبعها على الطرق. البنك المركزي معناتها عنده اتصالات مع بعض الدول، ويقولوا الناس اللي تمول هذوما سامحني منهم يعيشك ما عايش تمولي، لاني انا غير معناتها قادر اني معناتها التمويلات المشبوهه هذه باش نرعى معناتها نوقف على التيار هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى كذلك المنظمات هذه والجمعيات اللي هي ناشطه وتحب معناتها تساعد الافارقه، لابد كذلك من فتح قنوات الحوار معها، بدون بطبيعه الحال انه مازلنا باش نقعدوا في قنوات الحوار. عزيز زياني ما تشوفش انه لازم قنوات عمليه فوريه؟ عمليه فوريه، انا قلت لك العمليه الفوريه هي وقف على التدفق هذايا وغلق الحدود بشكل تام ونهائي. واضح. هذا معناتها هي حل اول، لكن هذا ما يعنيش اننا ما نفتحوش قنوات اخرى مع الاتحاد الافريقي باش الناس تعرف انه الوابل هذايا اللي جانا والشيء اللي هي كارثه معناتها بمعنى كلمه، رانا احنا غير قادرين باش نحلوها على مستوى الوطن.